كانت ليلة من ليالي اسكندرية اللي الشتا فيها بيورينا والشقى الحقيقي، مش مجرد مطر وشوية هوا، لا دي كانت عاصفة بتصرخ. البحر كان هايج بطريقة تخوف. الموج كان بيخبط في الصخور بقوة كأنه وحش محبوس وعايز يخرج يكسر كل حاجة. السما كانت سودة كحل ومفيش ولا نجمة قادرة تطلع تبص. صوت الرعد كان عامل زي ما يكون في حرب فوق في السما. المطر كان بينزل كأنه شلالات مفتوحة على الآخر، بيغرق الشوارع وبيحولها لنهار صغيرة من الطين والمية. الناس كانت قافلة على نفسها، محدش في الشارع إلا للضرورة القصوى. البيوت القديمة اللي على الكورنيش كانت واقفة زي الأشباح، كأن المدينة كلها أعلنت حالة طوارئ مش مكتوبة. حتى القطط والكلاب اللي في الشوارع كانت مستخبية كأنها حاسة بالخطر اللي جاي. وسط كل ده كان في مكان واحد بس اللي المفروض يكون فيه حياة وصخب. قاعة أفراح قديمة على أطراف المدينة، مكان منسي. بطل قصتنا هو سليم، مصور فوتوغرافي شاب لسه في بداية طريقه. كان معروف بشطارته وبحبه للتفاصيل، كاميرته كانت عينه الثالثة. بس في الفترة الأخيرة الشغل كان قليل والفلوس كانت يدوب مكفية. عشان كده لما جاله تليفون بخصوص تصوير فرح في الليلة دي مترددش لحظة، بالرغم من إن المكالمة نفسها كانت غريبة من أول ثانية. الصوت اللي كلمه كان صوت راجل هادي زيادة عن اللزوم، بيتكلم ببطء كأنه بيوزن كل كلمة. العريس اللي عرف نفسه باسم باهر طلب من سليم يجي يصور فرحه، بس الأغرب كانت الشروط. الفرح هيبدأ متأخر بعد نص الليل، وكل الصور لازم تكون من غير فلاش، لكن المقابل المادي اللي عرضه العريس كان كبير قوي، كبير لدرجة تخلي أي حد يوافق على أي شرط مهما كان. الفلوس كانت مغرية وسليم كان محتاجها. أقنع نفسه بأي مبرر عشان يطمن قلبه وياخد الشغلانة اللي هتفك زنقته. بس الإحساس الغريب فضل معاه. راكب عربيته القديمة وماشي في شوارع اسكندرية الفاضية، متجه للقاعة اللي على أطراف المدينة. كل ما كان بيقرب من المكان كل ما كان الإحساس الغريب بيزيد، كأنه مش رايح يصور فرح، كأنه رايح لميعاد مع المجهول، ميعاد في قلب العاصفة وفي قلب ليلة ملعونة. لما وصل سليم لقاعة الخلود حس إنه سافر بالزمن لورا. القاعة كانت عبارة عن مبنى قديم، الحيطان بتاعته متقشرة وباين عليها أثر الزمن والرطوبة. أول ما فتح الباب الخشبي ودخل قابلته ريحة غريبة. دي كانت ريحة بخور تقيل، ريحة شبه اللي بتبقى في الأضرحة والمقابر مخلوطة بريحة العفونة. الإضاءة جوه كانت خافتة جدا، مجرد مبات صفرا ضعيفة. الديكور كان كلاسيكي وقديم قوي، كراسي خشبية منجدة بالقطيفة الغامقة. بص حواليه، ما كانش شايف العريس أو العروسة، بس كان شايف الضيوف. كانوا قاعدين على الترابيزات في صمت تام، محدش بيتكلم مع التاني، كلهم لابسين أسود. سليم بدأ يصور، بس كل صورة كان بياخدها كانت بتزود رعبه. الضيوف كانوا أغرب حاجة شافها في حياته، محدش كان بيبتسم، كلهم باصين في نقطة واحدة قدامهم. بعد شوية بدأت الكوشة تنور نور خافت، وظهر العريس والعروسة. العروسة كانت آية في الجمال، بس جمال بارد ومخيف. كانت لابسة فستان أبيض، اللون الأبيض الوحيد في القاعة كلها. بدأت الموسيقى، بس ما كانتش موسيقى أفراح، كانت ألحان حزينة وبطيئة شبه موسيقى الجنازات. وفجأة بدأت نفس الأغنية تشتغل بالمقلوب، والضيوف بدأوا يتمايلوا مع اللحن المقلوب ده. سليم لاحظ وجود راجل قصير القامة، لابس بدلة سودة مش على مقاسه. عينيه كانت بتلمع في الضلمة بشكل مش طبيعي، وكان بيمشي ويبص للضيوف بابتسامة صفرا كشفت عن سنان مش متناسقة. سليم بدأ يركز في وشوش الضيوف أكتر وهو بيصور. ملامح الناس كانت بتتغير. الست العجوزة فجأة لقى وشها بقى وش طفلة صغيرة بتبكي من غير صوت. وسط الرقصة العروسة بصت لسليم مباشرة. ابتسامتها كانت واسعة قوي، أوسع من أي ابتسامة طبيعية، وكشفت عن صفين من السنان الحادة. قبل ما سليم ينطق بأي كلمة حس بإيد باردة بتلمس ذراعه.
التفت بفزع، لقى واحدة من الضيوف ست كبيرة في السن همست بصوت واطي: انت مش المفروض تكون هنا يا ابني، المكان ده مش للبني آدمين. الست بصت ناحية العروسة وقالت: ليلي، العروسة هي مش من عالمنا ده دلوقتي، هي ماتت من سنة. في نفس اليوم ده غرقت في البحر، وعريسها عمل عهد مع أسياد الظلام عشان ترجع له ليلة واحدة كل سنة. كل كلمة كانت بتنزل على سليم زي الصاعقة. كل حاجة بدأت تبقى منطقية دلوقتي: الملابس السوداء، الموسيقى الحزينة، الوشوش الباهتة. دول مش ضيوف، دول أهل القبور. الست العجوزة قالت له: هم محتاجين قربان عشان طقوس رجوعها تكتمل كل سنة. قربان حي، روحه لسه منورة. السنة دي القربان هو أنت. في اللحظة دي الموسيقى سكتت. كل الضيوف، كل الكيانات دي اتفتت وبصت لسليم في نفس اللحظة. نظراتهم ما كانش فيها أي شفقة، كانت نظرات جوع، نظرات افتراس. الست العجوزة اللي كانت بتكلمه ملامحها بدأت تتغير هي كمان، وشها بدأ يتشقق زي الأرض الناشفة، وعينيها اتحولت لفتحتين سودة فاضيين. سابت ذراعه وهمست: مفيش مهرب. بمجرد ما الست العجوزة خلصت كلامها سمع سليم صوت ترابيس حديد بتقفل. جري ناحية الباب وحاول يفتحه بكل قوته، بس الباب متحركش ولا سنتيمتر واحد، كأنه بقى جزء من الحيطة. الجو جوه القاعة بقى أبرد. البرودة ما بقتش مجرد إحساس، دي بقت برد حقيقي بيخترق الهدوم ويوصل للعظم. سليم كان شايف نفسه بيطلع بخار من بقه مع كل نفس بياخده. اللمبات الصفرا الخافتة بدأت تضعف أكتر وأكتر. الضل بقى أطول وأغمق، وما بقاش شايف غير لمعه عيونهم، عشرات العيون اللي بتلمع في الضلمة ومتركزة عليه هو وبس. كل الأنوار في القاعة انطفت فجأة. المكان غرق في ضلمة كاملة، والصمت اتحول لصرخة. صرخة واحدة طويلة طلعت من كل الحناجر اللي في القاعة في نفس الوقت. صرخة مش بشرية. رفع الكاميرا اللي كانت لسه في إيده، وبإيد بتترعش داس على زرار التصوير. الفلاش نور المكان كله لجزء من الثانية، وشاف المنظر اللي فضل محفور في ذاكرته للأبد. وآخر حاجة حس بيها سليم كانت إيد العروسة الباردة زي التلج، وهي بتمسك رقبته وضوافرها الطويلة بتغرس في لحمه. وبعدها كل حاجة بقت سواد. تاني يوم الصبح بعد ما العاصفة هديت، الشرطة لقت عربية سليم مركونة قدام قاعة الخلود المهجورة. دخلوا القاعة لقوها فاضية تماما، مجرد تراب وستاير قديمة متقطعة. محدش شاف سليم تاني أبدا. بعد سنين مجموعة من الشباب لقوا كاميرا قديمة غرقانة في المية. لم قدروا يطلعوا كارت الذاكرة ويعالجوه، لقوا عليه مجموعة صور لفرح غريب. بس آخر صورة كانت واضحة، كانت لقطة مقربة لوش العروسة في لحظة هجومها. عيونها كانت بيضا تماما، وبوقها مفتوح في ابتسامة مرعبة، ابتسامة بتقول إنها خدت قربانها ومستنية القربان اللي جاي.